طليق ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش مفاجأة جديدة بعد أزمة طرد شاكوش لزوجته، وطور الأمر لبلاغات ومحاضر شرطة. وقال ببرنامج تفاصيل تقديم الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد مساء الأحد: الصدمة التي فاجأت بها إنها تتجوز تأمني، وهي عندها تعب صحي لا يمكنها الزواج. ولده ظهر بعد شهرين من زواجي منها، وأهلها كلموني عشان تتطلق. أوضح طليق ريم طارق: أنا ما قصرتش معها، وقالت لأهلها مش عايز أطلق، وأنا هعالجها. وروحت معها لدكتوري ولقيته بيقول إنها لا يصح لها الزواج. وتابع: سلمتهم القائمة ومعايا شهود، ونزلوا القائمة بالشقة في يومين، وكل الكماليات في البيت خدوها. لقيت الشقة فاضية، وأنا ما عنديش مشكلة في الحاجة، مش عايزها، بس عايزهم يتنازلوا عن القضايا اللي رفعوها عليا، وعن صحة تعديه عليها بالضرب أثناء زواجه لها. رد: أنا ما كنتش بضربها ومضربتهاش علاقة موت، وعمري ما مدايت أيدي عليها، وكل مشكلة كنت أشتكي لوالدها. وعن سبب الطلاق الذي وقع بينهما قال: كان فيه ظروف معينة للطلاق، ولما حصلت مشاكل بيني وبينها أهلها جابوا المأذون وقعدنا، ومعرفش أنا مرفوع عليا القضايا ليه بعد الطلاق، ومش طالب غير أني عايز أعيش في استقرار. وختم: مرفوع عليا قضايا منقولات وإيصالات أمانة، وكل اللي عايزه منها تتنازل عن القضايا اللي رفعها عليا، وربنا يسعدها في حياتها. وتفرض عليا اللي شف طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات تفاصيل هامة عن أزمة ابنته، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفصل كل شيء. لا قوم كنتش عايز أطلقها، وطلقتها واخدت حقوقها الكاملة. أضاف طارق السيد في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد: أنا وبنتي نتعرض لضغوط غير عادية وتهديدات تمس العرض والشرف من جانب شقيق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش. وتابع طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات أن حسن شاكوش يتهم نجلة بالاستيلاء على نصف مليون جنيه، مستدركا أن هذا الاتهام عار عن صحتي ولم يحدث تماما، وما فيش الكلام ده. وأمن الكمبوند فتش سيارة ابنتي ولم يجد شيء. وأكمل طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات أنه لدى تسجيلات تثبت تهديد لي ولأسرتي، والقانون هو ما أذهب له في هذا الأمر، وحقي محفوظ بالقانون.